وهنا بيقول لنا دكتور أحمد القشاش إن التوراة دايما تذكر أرض كوش مع سبأ ومصر، ونص قاموس الكتاب المقدس إن الكوشيين كانوا عرب بيجاوروا أرض سبأ ومصر وخولان، وكان موطنهم غرب جزيرة العرب. وده بيفسر خروج موسى من مصر والتقائه بأهل مدين وزواجه من امرأة كوشية، يعني كلهم كانوا في مكان واحد قريب من بعضه. وكمان التوراة ذكرت إن كوش أرضا يسقيها دجلة والفرات، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، والجنة دي منطقة بتسقى من النهر ده اللي بيتفرع ل4 رؤوس. اسم واحد فيثون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة أرض الذهب، والنهر التاني جيحون وهو بيحيط بأرض كوش، والتالت حداقل الجاري شرق أشور، والرابع الفرات أو فرت. وده بيفكرنا بالحديث المنسوب زورا للرسول إن ال4 أنهار دول من أنهار الجنة، جنة الآخرة. أتاري المقصود هو اسم منطقة في أرض الكوشيين اللي بتوصفه التوراة باسم الجنة. وده الحديث اللي كان بيرويه كعب الأحبار على المستجدين على الإسلام، وهو بيوصف لهم الأنهار من بيئته اللي هو جاي منها على إنهم من الأنهار المقدسة اللي هنشوفها في الجنة لما نروحها إن شاء الله، ونسب كلامه لحديث للرسول. وده نموذج واضح على محاولاتهم المبكرة من جعل الإسلام نسخة أخرى من الكتب اللي كتبوها بإيديهم من خلال الباب الخلفي اللي صنعوه، بيحطوا فيه كل اللي يعطل آيات القرآن ويتحكموا في عقيدة المسلم. يعني المنطقة بالكامل مربوطة بشبكة من الجداول النهرية المتفرعة من نهر واحد، ومن بين الجداول دي نهرين حداقل والفرات يرويان أرض كوش. لكن التفسيرات الصهيونية بتقول إن حداقل والفرات في العراق، وأرض كوش هي إثيوبيا. وبيقولوا إن موسى خرج من وادي النيل باتجاه مدين في الأردن، فإزاي اتجوز النبي موسى امرأة من كوش اللي أسقطوها على إثيوبيا أقصى الجنوب على بعد آلاف الكيلومترات، بينما هم بيقولوا إنه راح الأردن اتجوز هناك؟ جغرافيا مش راكبة خالص. بتقول لنا التوراة في إحدى نبوءاتها اللي بيعملوا لها إسقاط عندنا وبيفولوا بيها علينا: ويأتي سيف على مصر ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها، يسقط معهم بالسيف كوش وفوط ولود وكل الأعراب. وفي الترجمات اللي جت بعد كده تم استبدال كلمة كل الأعراب بكل اللفيف عشان ما يتكشفش الأمر إن مصر المذكورة هي من عشائر العرب ومش إمبراطورية وادي النيل، لأنها أعجمية بالنسبة لهم ومش عربية. والنص ده بيأكد إن الأنهار ال4 هي 4 رؤوس تتفرع من نهر واحد لتروي أراضي كوش ومصر وما حولها، بينما مصر وادي النيل بيرويها نهر واحد هو نهر النيل.